كيرن سأيوب إلا كرنكم كرن سأيوب تام كرنكم كرن سأيوب تلفزيون أسنا باربسات بادر 26 is frequency 10,004 vertical symbol rate 7,500 جماعات وسنبنيش تتقدم تقدي بشبكة انترنت ما اجل تتابعوا ولا تقدروا حر راديو توم. السلام عليكم. حيث تنسياتنا يوم 10 ديسمبر سنة كلي 2010 حتى جمعتو كان يوم كرين سيوب قلنا بتخبارك لقراقلكم كالسلف لعبة يرسوم. أسمرا بسبت بتيك كرهبات منابر الشعب تسدد كمهلية تأمرام أريترياسك شمال إثيوبيا لتقيس راديت منا ميناتا كميدة بس سفارة أريتريات أمريكا حبراتم. جيبوتي من قطر جمدتها على علاقتها من حديثكم أسنيتا تأمرام. لعبير السخبار سمة حكم تفاصيل التلال لكم. اتأسمرا اقل بزو حسابع للتلالة بتيك كربت منابر الشعب وفنتيت خدمات عافية بزوح مشاكل خلقكم اللي تركبت حبر أفهماتم بسبب أتكارموت كرهبات بزحات مؤسسات بوابيركم سلتنا فعام واللي بسبب حدان وقودكم مرادنكم إلى تنافع بو وإريتريات لما دت الله زياد لقبلك بوقت استلمت بدلتكم هليت ولا مثل كرهبات لتصابت خدمات شعب ركبكم هلا لتأمرم فنتيد لزياد كرهبات لتحذيوكم كرا سيدليات لما استلم أسات مثل اللي إجل أسابع للتلالل هلات كرموت كرهبات لما حاجز بوابير إجل أريهاوكميك أدريام لحود ومن يركب لركوبو أدويات إندعكا أسك قسم متابعات أدويات إجل لبلساهو كم لتقسبو لتفناتو جهات حبرو كلن كرهبات للآتيات تم داين إريتريا فنتيت الوقت اللي من بدير عليو إجل أسابع لأتلالبتي كرهبات كم صادفين اللي هيت منابر الشعب بزح مشاكل خالق هلام إريتريا دي لن لحلفاء 10 سنة بتيك كرهبات أسك أسابع للتلاليكم هليت لتأمرم. إريتريا سك شمال إثيوبيا لتقيس راديت منا ميناتا كميدة بقت سفارة إريتريا أمريكا حبرتم لسفارات ابعدو كونغرس أمريكا لاتو برات شرمان لتقدم رأي إريتريا سك تقراي راديت إقل حلف منعت لتبل شكوة إند استنكرت إريتريا ميناتا إقل تكلا يكون أو إقل تسمع رسمي طلبكم يتقدمات أكدتم سفارة أمريكا أسمرا بجهتام التواصل الاجتماعي لنشرته شرح إريتريا راديت سك تقراي إقل تحالف يكون ديشا ترأس شعب سبدحن لأجري جرائم مفوضيات حقوق الإنسان إثيوبيا سجلته اللي تبيم لسفارة التألو قدم الشرح أمريكا إريتريا ديشا من شمال إثيوبيا إقل تأفقر ليكا من ما قدمت التام اللي إذن صمت انتهبتو لحرب زيادكم أساورتو وقل منطقات بقوات كارياتكم هليت حبرتم. جيبوتي من قطر جمدتال على علاقاتها من حديثكم أسنيتا تأمرام
دولة جيبوتي من سنة كل 1017 عند أنبتات مثل قطر على العلاقات كم جمدت لكن من حديثكم حسنتها وبالأساس رئيس جيبوتي اسماعيل عمر قال لا مره وقول حكومة جيبوتي أسك قطر زيارة دوادام مثل أمير قطر تميم بن حمد الثاني كما محبرة تأمرام رئيس اسماعيل قال قطر ودايا زيارات رسمية أنبلا جمدت على علاقات كل دولة اطلع على التاقل تقبل قبل اتفاقيات اتفنق كليتن دول قدم 5 سنوات لعلى السديد من حديث قلت أنبت مثل أمير تميم نوقوش هلام جيبوتي حكولات فنق دول الخليج لا ترى مدفناتاي مثل السعودية ومارات اندقبات مثل قطر على العلاقات كم جمدت ثالث أمر التلان لحلفاء 10 سنوات مثل جيبوتي أكي مقرح لها لا حكومة إريتريا كمان جيبوتي موقف من تبات مثل قطر على العلاقات كم جمدت وقطر تفنق إريتريا وجيبوتي سلام قلت هلت وديول على جهت كم أذكار مثل تفقدتم تفنق إريتريا وجيبوتي توارح مايو سنة كل 1008 إبا قبا حرب حدود من كليتن دول بزحام عساكر التحربكم ثبتوا إريتريا عساكر جيبوتي دي بأياكم هلو اقل تحبري حزيت إبال بالمسمسة جيبوتي لأراكم يتكبتتو لتأمر قطر فنقا إريتريا وجيبوتي لأكي ماكره اقل تباله بعالمقب قابت من معلات كليتن إريتريا وجيبوتي اتفنقي دول الخليج خلاف دول قبام مثل السعودية والإمارات سبت بطريق قطر ما سابتطل على مهام سلام أبطرتم حيثما تنسيتنا أخبار دبلتهم هلا أرس أخبار اقلت قمقلكم اتأسمرا أفسبت بتي كرهبت منابر الشعب تسدد كمهلية تأمرام إريتريا شمال إثيوبيا لدقى إسرائيل منا ميناتا كميدبات سفارة إريتريا أمريكا حبرت جيبوتي من قطر جمدتها على علاقاتها من حديثكم أثنيتها تأمرام حتى ما تنسيتنا يقول يوم دولي على الأخبار دي بالله تامم هلام مثل كرنسي وابتل لكم حيثما تنسيتنا يوم كل أوت موضوع دطباتنا ما تامكم اللينا سلف برنامج مسؤول منتو سهم لك الأوت معلمية حنتي لا تبلا رئيس دسالة برخت لأدى علي موضوع كالاي وندون قوبا كفال كالاي موضوعنا عودة أتوبي على خصيص مثل أتوبي ناشط سياسي مصطفى حبشي لقبت مقابلات تابعكم مشاركتكم دي بنسي برنامجنا بحلايات قلنا فتحوتم
يعني اللالتا سوا ولدرا أي كدت يعني اللالتا أفتل تفيتاي إلى نتريب لهم فدرت لنا مرسى راكب قد انت وديتني فكرة حيصير أربعين اللي دلنا حراتاي وحيصير أربعين اللي دلنا حراتاي وحيصير أربعين قدر حينا باقي وحيصير أربعين إثبتاي مندك أسمتاي ولي فانوس رحينا عصبت ليمي يقدني كويتاي وانك حتة يفعل من الصاي يعني اللالتا سوا ولدرا أي كدت يعني اللالتا نور ما قلت لحبيبتي أمباري دايناي اركاي كلهم نفي فنا كتا قبل من كينوكك أفتل تفيتاي إلى نتريب لهم فدكت لنا مرسى راكب قد انت وديتني فكرة اللي دلنا حراتاي وحيصير أربعين اللي دلنا حراتاي وحيصير أربعين قدر حينا باقي وحيصير أربعين إثبتاي أسمتاي ولي فانوس رحينا كيرن سأيوب مسؤول منتو مرحبا بكم حيثما تنسيت برنامج مسؤول منتم ابتلينا يوم برنامج مسؤول منتو سهم لك الأوت معلمية تحنتيرة بلا رئيس دسالة برخات لأدالي والتحلف الثامن أولا يكفالو لقدمنا قلكم يوم خلاي وندنقو بكفالو بنقدم قلكم تو متابعتكم إنسان
مدت حتى كران دول متأكو استاذ دريس قرون اتمجلس اقليم عن سبا اقل الجاقر الشحكم هلا سمعكم الحريان اتا بديرة مدد درجة كفتنيا وليل تتبهل على ابدك كام محمد سورين كم اولات كال هليت قبيرد ميت قبلات محد عن سبا وازنتات لعلى دوار التعلام انا السكان مدينة كرن سجول من ميانا عجي من سكان إلا دارت ثبتهم التدوار صف ثابت على صنادوق حريان ديبو صورتنا استاذ دريس قرون كم رمز وقمن ربا على صندوق الاستاذ دريس قرون سوچبكوهم إلا الاستاذ دريس قرون لحريكوها ديب اريتريانا السلف وانا اخر مناسبة على قدميها حاري انا وقرها يحريكم اقل استاذ دريس قرون سوچهي بتليكو استاجي او ما هي فتايا سبت قبايكون اتارتريا ستفت تغيير متا من قبي اكل هتكم سلكرا استاذ دريس قرون ابن ساحت لشاكو قل هلو عباس يتثبت على تقليتهم استاذ دريس قرون ابدرساه وبزحام سكان مدينة كران مفتي وامين ثبت علام اكا تقليم عن سبالة بحريان من زايد اصوات لامتون دقبام مسلات مجلس اقليم عن سبال على اسك مجلس وطني حروي علام استاذ دريس قرون السنة كل 1003 سجون اند على حقو فترة من سجن أفقروم من سجنكم فقرة اتحتى أكان ترئينا وتهاجكنا اتأرتريا لكن لقب لك بنفر سجون اند على فقرة من جبي اتم سجونكم على وديب ايال لبل لسجون ولا إسجنا اقلتها بو إيك أدروم قلمي اللي سألات اللي قلكليتهم مدرس سبت بديبو لإيس سجنائي للسأل وسجون اندسلو إيدا قم حقو اللامة استاذ دريس قرون كالي دول دي بسنة كلي ألوفوسس قطفام وحقو لما تقطف اللي تاياكم هلا لدل ألوبوم اتلا مدد كربت دي بالتواصل الاجتماعي بسبت استاذ دريس قرون لا تكتب حكير توده قارع الكم اللهم من قروب للأمور بسبتو لكتبوا شهادتهم ابحث حتى قارع الكم سهايا أبرها للتبهل اتكرن درساي استاذ دريس قرون لعلام يقول مثل اللي لتل رأي كتبام منا اتحياتي لأدرسوني مدرسين لحيسا وقبي سنيت لأطبطوني يقولوا بلو لأقدر استاذ إدريس قرون توم استاذ إدريس قرون فاهم وواسع أمل على قلوتهم اتكرن تعليميا دا اتممكو جامعة أسمارة كم أتيكو مثل استاذ إدريس قرون كم كبابتنا أكلتكم حبيب ووالداي نسحين نومك ريني الدراسات كاجل تفدب اللي تقل كام قرر لنا نفس وار تعليم ليتاتون دبيلا نسحين اللي بل اللي سهايا أبراهام من استاذ دريس قرون ركب كل بالله لنا سايح واتنا يتوت بعدام بزحام دراسة راكبامكم قبو متأكد أنا بعد ملو زرزقي دراسة استاذ دريس قرون لعلا بلغة انجليزي كأن رأي كاتب علام استاذ دريس قرون مفتي علام مدد حتى حكو السجنان اتكرن والدايتو منابرة اندت سدت تدتا اتكيت حالة رئيكوهام إلا والدايت استاذ دريس قرون تا بيلين ورم اللي هي لحالتكم رئيكو مرة استفكم والدايت نايلا دولة إقل مرحلة قدر ومثل سنيت إقل دراسة على استاذ دريس قرون اتكنا درجة كريتة انت دول ترئيا دمير إلى تكبتاني لبل ملو
ترزي الأزار مدين ما وروت من طلبت أستاذ ريس قرون لعلاتهم الأزار أما تعجاب رأيو لكتباتهم ثلاث دول قرون اندبيلا رأيو لأنباتام لمثل درساه فتي دال ورحمة اللي تأمر أستاذ ريس قرون نفر مجلس يقلق با دول ترشحام لبزحو درساه كمثل حرو عند شرحام أكلت كما درساه الأمنوتام قبال زيلمت عند بطرة هجي حقلت هاجا كم على الأزار مدين شهدام أستاذ ريس قرون قدم السجانو لدد باترام لعلو حاكم أقليم عن سبا محمد إدباري ونفر أمن كورنيل إدريس مانجوس كمتوم داقمي على لبل إلا حقيقة الله أستاذ ريس قرون إندي للسجن قدم متكتافو بكم سامن أقولحو الأزار مدين كم داقمايا الأزار لحبر بعد وروت منصور أحمد لرتبها له بيراي ضد أستاذ ريس قرون قابام لعلو نفر أمن إدريس مانجوس وحاكم أقليم محمد إدباري ليتا يعلو من كل آكد العلا لما هاي الماريام ما مقرها شغلنا إلى أقليم كمتو شرح أستاذ ريس قرون ثلث السنة كل 1003 سسور هند السجنة دول فقرام اتوقت تحري لتقدمت أسئلة كله مثل لما هي لماريام لتهاجو يكمتو نوسو أستاذ ريس قرون داقا ماقلية اللي بالمنصور أحمد اتقالها برأي بلقى بتقبى اتخات أهداف شعبية لتنظمة قدام سنة قلها لك يقدر أكيد توم حشم شعبية قدام لقتل سجمعكم على كنا لنأمر حقيقة تام لما لقبا وتسمى محمد سعيد لقبا وسعادة علبوم إدريس منجوس لقبا وإدريس نجس أسك مثل إلا حشمه اللو بيل عسق قدام ليتاتهم كما سمك عتهدت بلعو نبرسبت علو كم سلكرا أستاذ إدريس قرون لمسلو إقل الشعب وطن لخدمو أبرياء لكمات يكون هتوما عملوهم قارا كما ألا بلعو كم لتبلعو شك على بام أستاذ إدريس قرون السنة كلا لفوسس كم كتفام أمبلا سبكيتو لرأيو ألبو وسمعيوم كما كنا نأمرا قدم سنة من متكتفو ناي أستاذ إدريس قرون اتوره نوفمبر سنة كلا لفوخميس لكالاي معلمية أستاذ فنان إدريس محمد علي أبو خالد ابن حشم قطوف علام حقولة ورح مايو سنة 1909 حتى تأريتريا تغيير فرقة الشاق الوطن عند طابتا لأتا فنان إدريس محمد علي التقبل على ناي فرحة مناسبات ابا هوي مرحبا بعلا سيف مرحاوي هوي مرحبا أكشفوا مرعاوي اتلبل وبعد حالية أبو إقل شعب زياد فرحت وسكوا العالم علاقتنا مثل أستاذ فنان إدريس محمد علي كمسلا مثل أستاذ إدريس قرون لعلتي يكون أستاذ إدريس قرون كما بدير إبي الله مباشر اتفصل سبت أدرسيني علاقتنا زياد علت مثل فنان إدريس محمد علي لكن عاد نتآمر من معلنا الجريدة حداث إريترا اكتب لعلكو عمود ديبو اتقرط ورح مايو أنا شيد حريت بالموضوع قل اكتب سبت حديكو اقل فنان إدريس محمد علي مقابلة قل ودمسلو ستتكم من سينما أزمرا ابما تباتب اللي تكرر كبكوه وسألكوه مشوار اللي تقليه لكن مشوار قل أجل لا قدر اقلمي حكو 3 يوم سفر سبت بيه أزين ده حجرنا من أودي على حيث بيليني اتقبال سينما أزمرا اللي كفتيرات بارتيكو ديبات قسينا وتهاجكنا هجكنا حجار وسنة عم وقرم علاد أقل حريات الحليو حليات وشعور لك استسداق مقليم منا بزوحكو كتوبيا زيارة نفعكو بقى للتلح لا يتوتام
إلال ودي ويما وسن برج ويبا سللتي بالبنديرات حيوت هلا العقبا هم مرأس لا يكتو من العلن ده شببا حرما ذبا نقوتو دي بحنتيه كببام منت الأجل قيللو ومنت الأجل قربام لو وقت لهي أمان لحرية ومن ديرتها لا يقنان أمثلت العنا وقتهم لقى الاستعمار بالله يتقليم وقل حرية بالله يتعدى لوصفة من أجل ندال وحرية عمره لسبلا منادل فنان إدريس محمد علي بالله يتقليم لكيفك بالله يتعدى تكدني حكو اللي يتهزني اتلبل اقل ما ترتريا من حدن اند فقرايا بحرية اقل فرحة ديبا لا تلاوقن لا تقلام إذا شعبيت عريت بوم بكتن اند اكا اما ترتريا وحدن متاليت قبو من قبل مدة استعمال بلول الأك أجال أثر أجال اتحدن لبدا لحكم حشم شعبيت عائلة فنان إدريس محمد علي كم هتول التمنايا ولا حزايا لنا دلو عمره لسبل على حرية إيراكبو ومن مرئيت والدا يوم تحرمت فنان إدريس محمد علي يوم 4 نوفمبر سنة 2005 إبا كم أو كدن لا للي تحركوا سبكيت كتفام هقول لا اتاكم هلا من ميل الدليم مثلا مسلولة كتفو صحفي جمع كميل كابتن أحمد محمد موسى ودي بوليس إريتريا علاقات عامة على آدم شلشل من سجونا متل علو سجن كارشيلي من حديث ليلة 3 ورح سمان 2007 إنت كتفوت قادموت قحتي لاي اتتجاه ما عطال تعادموا للبل ليتأكد خبر هلام استاذ فنان إدريس محمد علي من اتفن أتام ودي بثورة تحابرة قبل 3 سنوات من 1957 أسكل 1005 قل إريتريا وشعب لنا دل أبو سلحو عند أقرأوا أختطفون لنا دنقوبة ميدان الفاتح من سبتمبر أسمر الحلا حلايتو تنفاس كديم الهلي تبل علاد تنفاس كديم الهلي مثل كإريتريا أنادي شامات بيي بالليل إلا هبكو إلبل وطنو الآمنا قاليت انت مدريه وقاليت كدفنا فتيا من بدير ولي بيئت تجننا لشدي لكايا ولشدي لبنام إلا قدو تنفاسا أنا لا فتي يقدر فنتيتا ومن ريم قل أمسي كما بدير إبي الله يتبدل ويحسين اللي كرو شاكاتا أنا اللي بيا أبردا كبدت حياة بالعتوم من زراها لساتا دول لك رمز اللما اللي بيجن بلس جن حتام دلا ديبكت ولدا ميلادو لتحبن ديما اللي والدايت لتنفاسكي للسأن كل اللبو مثل كيتو اتعدل هلا وكدن كل اللبو مثل كيتو اتعدل هلا وكدن كلهم كلوت معلمية وكلهم دي بأريتريا إذا ظالم حشم لعريت أبوم عدل يقول ركبو لنا ديما دعاية وتمنيت كيتام مثل شعبيات لكن ابدعوا وتمنيت ليتا لتمم سبت لبوم افعلق للنادل لنا ديما قراريتهم سهم لك الأوت أسمى يوم حد لمثل حرويان معلمية اللي يذكرين سأيوبة برنامج مسؤول منتولة تابع حكومتهم حسام التنسيق برنامج مسؤول منتوم ساملة كل أوت معلمية تحت لا تبلا رئيس دسالة برهات السبت اقتطاف استاذ إدريس محمد علي إدريس قرون
وفنان استاذ إدريس محمد علي أبو خالد لأدى له برنامج يوصل منتو قال أيوة ندنقوا بكفال دي بلتاهم هلام وباللي اليوم دولي على برنامج يوصل منتو أتمنى نسا رحمنكم كمثل إلا حلايات هيلياي وفنان إدريس محمد علي.
بكيكم من آدمتي الله عليكم ما بكيكم من آدمتي جبت حنون أنا ثلاثة بهر مدين خلتني يجي أنا بكي Karen Sayop. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بكم حيثما متنسيتنا يوم قاشاي بمطعمكم هلنا قاشاي نايوم فنتو قاشاي اثيوبي ناشط اثيوبي من ولاد اثيوبيا ومن ولاد اقليم تجري بالاخص الاستاذ مصطفى حبشي تراديونا دعزمنا بخصوص ديب اثيوبيا قبل حرب اخر تطورات عسكرية وتحركات سياسية لخصص أبو مبرهق اللي هبنا عزمامه لنا فسلف سميت متنسيت الأستاذ مصطفى بالحمد دوفتي وعندت ليكو أو كمان لأبله طبعا اللي حرب الله حرب أهلية فنج شعوب فنج كلوت خصوم دي بسيبيا قبل هليت افتميت ان يكون حرب الله شباب اريتريا تورط ديبا وشعب اريتريا تورط ديبا حربكم سلتا كل الامرات هي بقرار فردي نا سياسه فرقي اوامرنا يو جيشنا اريتريا حدود تتعدى مثل طرف ضد طرف اورو اندغبا لحاربكم هلا الحقيقه الله كل الأمرات ومكحدة ليلة حزية علم أمرت ونوسى حكومة إثيوبيا لاعترفت بحقيقته اللي سبت قبقى حنا نتابعه ولا متابعة أهمية لبمتابعة قلمي مسيرنا شبابنا قلنا آمر دي بميكم سهلة ولا حالة الله هي دي بشعبنا رقابت لهلات هي تأثير انتلاء المستقبل ميته شنربنا يا فنقكروت شعب انكفوا قلق بقى قدر دولة طبعا حقب أورت نفر تتحكم قبت دولة برلمان ألبا مؤسسات حكومية ألبا مؤسسة عسكرية عقيدة عسكرية وكمان قوانين عسكرية نايلة بلد لتقيس حقو ألبا وبأورت نفر لتتمرح شعب ميتو ذنبه يعني يقولوا حماية لقى دي بدا خلا مؤسسات من يهلا ودي بدا خلا جيش من يهلا شعب يعني مجبورته كله قليله وجيشنا هي أو كمان لقوات لا إثيوبيا لأتيت بأوامر نائسياس بطريقة بقبينا لقيادات عسكرية لهلت بطريقة إجرامية حرب آتوهم وحرب يحربهم وبلد يبلدهم دي بما يتولوا وإلا سبت قباتكم ما لبرهقوه إلا سبت قبا حنا قلنا نتابع من مسؤوليتناته فيوم أستاذ مصطفى إن شاء الله هادي اللي موضوع اللي مبرهق لها بناته آخر تطورات مبعد حد الليل
أستاذ مصطفى كمال بيركوب أبو سالف سميت متنسيق الحمد كفتة ندس ليكو أستاذ مصطفى كله للبلا أو كمان قدام كله للحد جبة قوات تحرير تجرا وكمان جبهة تحرير تجرا أرضهم حق حرروا يعني مغالها قبل سو ولا مناطق لقوات أبي أحمد سبتت على تجلها قبل سو أقلمي أسك اتجاه الديس أبو بهيررو إلا سؤال الله إجابة ضرورة الحزية من دمنوتو أسك اتجاه الديس أبو بهيررو العلو وأقلميتو هتو هي الديس أبابا أتوا من قبل مثلا هي انكفوا لي دولة حزب على هلو تنظيمات وأحزاب مثل قوات تجراي تحالف اندودوا لأرد إدارة اللي ولا كفوت ولا تنظيمات أيامتم منتم مثل جبهة تحرير تجراي تحالف اندودوا لخدموا لهلو الآن فالتلي توضيحك تهبنا. مرحبا أستاذ مصطفى تفضل بخطك الكاتب. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحب بكم وبمتابعيكم الكرام عبر إذاعتكم، وأنا اليوم سعيد أن أكون ضيفا عليكم، وأتمنى أن يدوم التواصل بيننا كإخوة كأشقاء كجيران لإخواني وأهلي في الجانب الإريتري. ولكم مني عظيم السلام ولشرفائكم من أبناء إريتريا المناضلين المحاربين الأبطال. أولا ما أود توضيحه، ليس هنالك أي عداء بيننا كشعب في تيغراي وبين الشعب الإريتري الشقيق، وإنما هي سياسات يتخذها السياس أفورغي وأعوانه عبر منصات التواصل الاجتماعي أو في الداخل. وجميعكم يعلم يعني ما يمر به الشعب الإريتري الشقيق من معاناة وتهجير وإجبار على أشياء لا يريدها من جانب نظام السياس أفورغي. وما أحب توضيحه هو أنه ليس هنالك عداء بيننا كشعوب، وإن كان هنالك عداء فهو بين الساسة وبين الأحزاب وليس بين الشعوب، علما بأن يعني التيغراي في إثيوبيا وأشقائنا في إريتريا هنالك صلات رحم وصلات تواصل وأسر ما بين هنا وهناك. لذلك يجب علينا أن لا نخلط بين هذا وبين السياسة وبين التواصل الذي يجمع بيننا كإخوة كأشقاء كجيران كأهل. سألتني أستاذ الكريم من تقدم قوات دفاع تيغراي في العديد من الأقاليم. نعم، التقدم لقوات دفاع تيغراي الهدف منه هو إسقاط نظام مجرم الحرب أبي أحمد، يعني الذي عبث بإقليم تيغراي وأدخل عصابة السياس أفورغي إلى داخل إقليم تيغراي لتهجر وتقتل وتنهب، يعني كما شاهدتم جميعا يعني عبر الميديا وعبر القنوات الفضائية ما قامت به قوات السياس أفورغي ضد شعب تيغراي. لذلك الهدف من تقدم قوات دفاع تيغراي هو إسقاط نظام الطاغية أبي أحمد لا غير ذلك. أما بالنسبة للأوضاع الميدانية نجد أن قوات دفاع تيغراي والتحالف والقوات المتحالفة معها أنها أجرت انسحاب تكتيكي من بعض المناطق التي كانت تحتلها، وليس كما يدعي الإعلام الإثيوبي لمجرم الحرب أبي أحمد بأنه هزم وسحق قوات دفاع تيغراي في العديد من المناطق. وإن كان ذلك صحيحا يعني أكيد الإعلام الإثيوبي لن يقصر في ذلك، لبث فيديوهات لأسرى ودمار لآليات عسكرية وغيرها من الأشياء التي تحدث بمناطق الحروب أو ميادين القتال. وكذلك أيضا أنا لا أريد أن أفصح عن بعض المعلومات لسريتها ولكي تسير العمليات التي تخطط لها قوات دفاع تيغراي
بسلام وأن تحقق أهدافها، لن أفصح على المناطق، ولكن أؤكد لكم في مقبل الأيام أو الأسابيع سيتفاجأ العالم أجمع كما تفاجأ قبل 5 أو 4 أشهر بسيطرة قوات دفاع تجراي على إقليمها ثم توغلها داخل الإقليم العفري وداخل إقليم أمحرة. والآن هنالك عمليات عسكرية كبيرة جدا تجري بين قوات دفاع تجراي وقوات أبي أحمد ومتحالفيه، وهنالك انتصارات تحققها قوات دفاع تجراي، ولكن يعني منع منا كنشطاء أو كإعلاميين بالإفصاح عن أي مكان أو نشر أي فيديوهات توحي لمكان تواجدهم والعمليات التي يخوضونها، ولكن مقبل الأيام ستكشف ذلك عندما يحين الوقت لذلك. أيضا ذكرت لي أن أتحدث عن 9 جبهات المتحالفة مع جبهة تحرير تجراي. 1 هي جبهة أورومو وولو وفصيلين من عفر وبني شنغول والكمان وغامبيلا وأجو. هذه هي 9 تحالفات التي تحالفت مع قوات دفاع تجراي، والهدف من تحالفها هو إسقاط نظام أبي أحمد وتكوين حكومة انتقالية لمدة 3 أو 4 أشهر ثم إجراء انتخابات بإثيوبيا. هذه هي التحالفات وهذا هو هدفها بالضبط. والآن يعني لو رأينا الانسحابات التي انسحبت، المناطق التي انسحبت منها قوات دفاع تجراي، تجد أن الأورومو يتقدمون من الناحية الأخرى في طريقهم إلى أديس أبابا. يعني هنالك تنسيق بين هذه الجبهات، وبإذن الله في المستقبل القريب ستشرق شمس إثيوبيا وسيقضى على نظام الطاغية أبي أحمد وجرائمه التي يرتكبها بحق المواطنين الأبرياء في إقليم تجراي، والتضليل الإعلامي الذي تقوم به وكالة أنبائه المسيسة، وكذلك منعه لوكالة الأنباء العالمية المستقلة بالدخول إلى إثيوبيا ونقل الأحداث من أرض الواقع. وهذا إذا ما دل إنما يدل على أنه ينتهج سياسة التعتيم الإعلامي للخسائر الفادحة التي يتلقاها من قبل التحالف وقوات دفاع تجراي. وبإذن الله النصر سيكون غريبا. وكذلك أنا من هنا أوجه رسالة لأشقائنا في دولة إريتريا الشقيقة، وأؤكد لكم نحن كشعبين لا عداء بيننا، وإن كان هنالك عداء فهو بين الساسة أو القادة أو الأحزاب وليس مع الشعوب. وأتمنى من الشعوب الإريترية أن تعي ما يحدث جيدا، وأنا أعلم جيدا أنهم يعون ذلك، ولكن هناك يعني خوف من شيء معين، وهي يعني مشروع أوغازيين الذي ينتهجه بعض المتطرفين يعني ويريدون إنشاؤه سواء كانوا من داخل إريتريا أو من داخل تجراي. ولكن أنا أقول لكم إرادة الشعوب هي من تنتصر وليس إرادة القادة أو الحكام. وأتمنى أن تعوا ذلك. يعني كم من مرة حاول أسياس أفورقي أن يزج بكم يعني في حروب لا ناقة لكم بها ولا إبل. أنتم دولة ذات سيادة ولكم مكانتكم، وكذلك لكم أبطالكم ولكم أشاوسكم. فمن أتمنى أن لا تضعوا على رؤوسكم يعني أن تجراي ستعتدي على الشعب الأريتري أو خلاف ما أو كذلك ما يروج له يعني الإعلام. هذا بعيد كل البعد، وصرح بذلك دبرسيون. نحن لا عداء لنا مع الشعب الأريتري، فهم أشقاؤنا، وقال بالحرف الواحد نحن نتمنى إسقاط أسياس أفورقي اليوم قبل الغد، ولكن لن نقوم بذلك، وعلى الشعب إريتريا هو من يفعل ذلك. وأتمنى من شرفاء إريتريا
أن يحرروا أنفسهم من هذا الدكتاتور وشيطان القرن الأفريقي السياس أفورقي الذي أقحم الجيش تبعه في حرب لا ناقة لها ولا إبل قد تتأثر منها إريتريا مستقبلا. أتمنى أن تعوا ما يحدث أشقائي في إريتريا، ودمتم بسلام وحفظ وأمان ورعاية الله، فلتدم المحبة بين الشعبين الشقيقين، شعب تجراي والشعب الإريتري، وتجراي ستنتصر. شكرا أستاذ مصطفى الله كنا حبري بحمدك فتة اندأت ليكو. طبعا كنا نأمره حرب عوت ألباني كله خسرانته، يعني حرب يعني اللي دبليه دعوته إلى تبهني كله خسر، ومنا عولنا حرب لدفعه سلف كله شعب لجي للشتت سفر العرق علم اقتصاده كله للدمر، اللي حتى أشير منا حرب للحدقه يعني شنرب اللي تو واللي دي بأورا جهات دي قبي دي كلها لتتحارب للي جهات شعبهم أكي حال قبي دي بو. طبعا زي دي بالسؤالنا يعني حالة ناي إقليم تجراي حاليا كفولت طبعا الحرب ريمة شوية من مقالة ومنها مناطقنا شعب تجراي لأن بردي بالريمة، فالحالتهم أذا كهولت اقتصاديا معيشتهم اتصالات وكمسلو كمان يعني الظروف نايلاجين كهولت دي معسكرات السودان نايلاجين نبرها للشعب ناي تجراي دي مهلت هالمساعدات وواجب بصحلة وانكفلت الحالة من قروب لتابعكه من هلا نقل حبره عن أودعنا نايلاجين كتابنا وحبره بداخل مدن نبر هلو ولاية تجراي ديب إلا حبرك تهبنا أستاذ مصطفى بخت أقل كقل هب فتة تفضل. أحداث المدنيين وأوضاعهم في تجراي هي سيئة جدا جدا، لأن أبي أحمد فرض حصار بري وجوي على إقليم تجراي، وكذلك استخدم سلاح التجويع ضد شعب تجراي، فلذلك نجد أن الأوضاع المعيشية سيئة جدا، حيث لا ماء ولا علاج ولا دواء، ويتعرض شعب تجراي لحالة مجاعة، لأنه كما أسلف مفروض عليه حصار بري وجوي، ولا يوجد منفذ لأي إقليم يمكن لشعب تجراي أن يدخل عبره ما يحتاجه من مواد غذائية وتموينية، أو حتى يعني العقاقير الطبية لا يوجد، حيث نجد أن في مستشفى عيدر في مغله هنالك العديد من حالات الوفيات لمصابي مرضى الكلى والأمراض المزمنة الأخرى، حيث يعني توفي عشرات الأشخاص بسبب نقص الأدوية. لذلك الوضع الإنساني داخل إقليم تجراي سيء جدا جدا، ونتمنى أن يتم فتح المعبر الحدودي الذي يربط السودان مع إقليم تجراي، حتى إن وجدت طريقة أن يتمكن شعب تجراي من ممارسة حياته الطبيعية وإدخال ما يحتاجه من مواد غذائية وعقاقير طبية لداخل الإقليم، لأن الحكومة الإثيوبية يعني كما شاهدنا في العديد من المرات أنها أعاقت وصول المساعدات الإنسانية لسكان إقليم تجراي، وألقت القبض على موظفي الأمم المتحدة الذين يقودون سيارات الإغاثة التي يعني توصل المواد الغذائية لإقليم تجراي. وكذلك أيضا شهدنا قبل شهر تقريبا قامت القوات الإثيوبية باستهداف قافلة تتبع للأمم المتحدة، وهي كانت تحمل مواد تموينية لإقليم تجراي. والأوضاع
الإنسانية أو الحركة داخل إقليم تيغراي في المدن هي يعني حركة طبيعية لا يوجد بها شيء، ولكن يعني الأسوأ الذي يوجد بإقليم تيغراي كما أسلفت هو يعني فقدان الغذاء والدواء بالإقليم والخدمات الأساسية مثل الماء والكهرباء والاتصالات والإنترنت لمدة عام كامل. يعني هذه مأساة حقيقية يواجهها شعب تيغراي بالداخل، ونسأل الله أن يحفظه برعايته. هاي تمت تنسيتنا يوم برنامجنا قلنا أتمم أخبار إقلت قمقلكم. أسمر أقل بزوحة سابع للتلالبتي كربت منابر الشعب وفنتيت خدمات عافية بزوح مشاكل خلق مليت لا تركبت حبر أفهمات بسبب أتكارموت كرهبات بزحات مؤسسات بوابيركم سلت نافعام، واللي بسبب حدان وقودكم مرادنكم إلى تنافع بو وإريتريات لما مدت الله زياد لقبلك بوقت استلمت بدلتكم هليت ولا مثل كرهبات اللي تصابت خدمات شعب ركبكم هلا لتأمر. أريتريا سك شمال أتوبيا لتقيس راديت منا ميناتا كمي دبقت سفارة أريتريا أمريكا حبرتم لسفارة ابعدو كونغرس أمريكا لاتو برات شرمان لتقدم راي أريتريا سك تقراي راديت إقل حلف منعت لتبل شكوة اند استنكرت أريتريا ميناتا إقل تكلا يكون أو إقل تسمع رسمي طلبكم يتقدمت أكدتم. سفارة أمريكا أسمرا بجهتام التواصل الاجتماعي لنشرته شرح أريتريا راديت سك تقراي إقل تحالف يكون ديشا ترأس شعب سبدحن لأجري جرائم مفوضيات حقوق الإنسان أتوبيا سجلته اللي تبين. جيبوتي من قطر جمدتال على علاقاتها من حديثكم أسنيتها تأمرام. دولة جيبوتي من سنة كل 2017 عند أنبتات مثل قطر على علاقاتكم جمدت لكن من حديثكم حسنتها وبالأساس رئيس جيبوتي إسماعيل مرقلة لا مره وقول حكومة جيبوتي أسك قطر زيارة دوادام مثل أمير قطر تميم بن حمد الثاني كما محبرة تأمرام. حيسام التنسيق كرنس أيوب لاقي اليوم الدولية ملعلنا برنامج نادي باللي تمم هلا. متابعتكم ومشاركتكم دي بنسئ جمعة حاريت إن شاء الله بعد برنامج إقرنا متحكمتو أسكو دحنا اسمنو.